السلام عليكم. أوديو بريس ترحب بكم. تلقت مصالح الأمن عدة شكايات من ضحايا الذين تعرضوا للاعتداء من طرف سيدتان يبلغان من العمر 34 و 36 سنة، حيث يقومن بالسطو والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، وذلك عن طريق استعمال سيارة من أجل الإيقاع بالضحايا من العنصر النسوي، حيث يعمدن إلى انتقاء نساء ممن يترجلن من الشارع وإركابهن بالسيارة تحت ضريعة إيصالهن إلى وجهتهن أو تمويههن بالتوسط لهم بممارسة الفساد مع مواطنين أجانب، قبل أن تشرع إحداهن في تهديدهن بالسلاح الأبيض قبل الاستيلاء على كل ما يملكن في خلاء مجاور، ثم تجريدهن من ملابسهن. وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن كانت قد فعلت مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية المعمقة بعد توصلهن، وأفضت هذه الشكايات إلى تشخيص هوية إحدى المشتبه فيهما وتحرير مذكرة بحث في حقها قبل أن يتم إيقافهما من طرف المصالح الأمنية ببرشيد بتنسيق مع المصلحة الوقائية للشرطة القضائية بأكادير، وهي برفقة المشتبه فيها الثانية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد الأخبار المغربية.